اتفضل. بدايه احنا في وزاره الاسكان احنا هدفنا ان احنا نوفر وحدات اسكان اجتماعي لكل المواطنين اللي هم بتنطبق عليهم الشروط. تمام. فبالتالي اما عملنا اعلان والناس تقدمت كان في طبعا ناس مرفوضين واعلنا اسماء الناس المرفوضين، فاحنا في الفتره الاخيره بحثنا كل المرفوضين دول وحاولنا بشتى الطرق ان احنا نقبل في اطار ما ينطبق عليه الشروط. بمعنى ان انا كنت بقول في الاعلان ان اي مواطن هيبعت لي الورق بتاعه غير مستوفي هيتم رفض الطلب بتاعه. الاسكان الاجتماعي يا فندم. فلما يجي لي مواطن كان طبعا اعلنا اسماء المرفوضين، اما بحثنا الاوراق بتاع الناس لقينا واحد مثلا كان مقدم الورق بتاعه كامل بس ما قدمش ايصال الكهرباء بتاعه، ايصال الميه، شهاده صوره من رسيمه الزواج بتاعته، فده اترفض. بس هو محدود دخله قليل فعلا. طب بيترفض ولا بيترفض بنبعت له نقول له تعالى يا سيدي كمل ورقك؟ لا طبقا للشروط الاعلان كان بيترفض. اوكي، لان انا مش رحمه خالص كده، خلاص يا فندم الرحمه حصلت في الموضوع. الرحمه حصلت اهو دلوقتي، واعلنا ان اي مواطن اترفض عشان خاطر استكمال الاوراق من حقه ان هو يستكمل اوراقه تاني بدايه من يوم 7 ديسمبر القادم ان شاء الله. هنفتح باب استكمال الاوراق لحد اخر الشهر ان شاء الله باذن الله. حاجه ثانيه كان في مواطن مثلا الشروط ايه يا فندم؟ معلش برضو اللي ما يعرفش لسه شروط اسكان الاجتماعي يا فندم بشكل عام. رقم واحد ان الدخل بتاعه اذا كان اعزب ما يزيدش عن 2500 جنيه في الشهر. اذا كان اعزب ما يزيدش عن 2500 جنيه في الشهر، واذا كان متزوج ما يزيدش عن 3500 جنيه في الشهر اذا كان بيعمل هو وزوجته. الشرط المهم الثاني يعني مجموع الداخلين لو الاثنين بيشتغلوا ما يزيدوش عن 3.5 بالظبط. الشرط الثاني ان السن من 21 سنه لغايه 50 سنه، وكان قبل كده لغايه 40، وكان قبل كده لغايه 45، وقعدنا نمد بناء على طلبات الساده المواطنين اللي هم راغبين في الحجز لحد ما بقى ال 50 سنه. الشرط الثالث ان هو يكون لم يسبق الثالث يا فندم. الرابع لم يسبق له الثالث يا فندم. لم يسبق له الحصول على وحده سكنيه من الدوله مدعومه، او ما خدش قطعه ارض من الدوله، او ما خدش قرض اسكان تعاوني. ده الشرط الثالث، انه ما يكونش خد. لان احنا عايزين اللي يستفيد من الدعم اللي بتوفره الدوله يستفيد مره واحده بس، ويسيب غيره يستفيد، ويسيب غيره يستفيد. دي منطقيه. احنا عندنا مشكله اسكان في مصر متجذره منذ سنوات، ولم تفلح الحكومات السابقه في انها تتخطى هذه المشكله او تنجح في حلها. واحنا دلوقتي الحمد لله حطينا رجلنا على طريق الحل، وخلال 4 سنوات اذا استمرينا في معدل انتاج الوحدات السكنيه اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي، مشكله الاسكان الاجتماعي لهذه الشريحه هتتحل ان شاء الله. الا لو دخلوا السماسره والتجار. هقول لحضرتك موضوع السماسره والتجار. طب بس الاول عشان ما نفرعش في الموضوعات، نرجع للايجابيات الاول نكملها، وارجع للسماسره والتجار والناس وارد على الناس كلها. تمام. النهارده اليوم معاكم يعني يوم مفتوح ان شاء الله. ان شاء الله. فقلنا الايجابيات، الناس اللي كانوا ما استكملوش اوراقهم هيستكملوها تاني. واحد تاني مثلا كنا رفضناه، كنا قلنا ان الدخل بتاعه البنك حاطط الدخل بتاعه ما يقلش عن 1000 جنيه، عشان المفروض ان هو يدفع 40% من دخله. فلو دفع 40% من دخله 400 جنيه وهو دخله مثلا اقل من 450، دخله اقل من 1000 جنيه، مش هيبقى له حاجه يعيش بيها. فبالتالي البنك قال لازم يكون ازيد من 1000 جنيه و1000 جنيه فزياده يعني حرصا على حياه المواطن. بالظبط كده. فبيرفض عشان خاطر لو دفع اكتر من كده مش هيعرف يعيش. ماشي. فكان احنا طبعا التقديم كان فتح من 4-5 شهور، وكان في ناس مقدمه دخل قليل فاترفضوا. فقلنا اذا في ظل العلاوات اللي الدوله ادتها للناس او اي دخل تاني من المواطن ممكن يثبته ان هو دخله زاد، هنقبل ورق تاني ويحدث بياناته والدخل بتاعه يجيبه، وده يبقى بالنسبه لنا مقبول. حاجه ثالثه قلنا كان في، احنا كنا فتحنا باب حجز في وحدات في مدينه 6 اكتوبر، في منطقه دهشور، وفي مدينه القاهره الجديده، وفي مدينه السلام. تقدم لهم اعداد رهيبه. دهشور والسلام والقاهره الجديده. تقدم لهم اعداد رهيبه. ده تبع الاجتماعي برضو؟ الاسكان الاجتماعي برضو. تمام. هقول لحضرتك بس شويه ارقام كده. في مدينه دهشور اللي هي في 6 اكتوبر كنا فاتحين الحجز 13000 وحده، تقدم ما يزيد على 66000 واحد. اللي اتقبل منهم برضه يزيد على 60000 واحد. نعمل ايه بقى يا استاذه امينه؟ ازاي 60000 واحنا 13000 وحده؟ ما هو دول اللي مقبولين، اللي مقبولين بالنسبه لي ورقهم مظبوط. فكنا بنعمل ايه؟ طب دي مشكله بقى. طبعا مشكله. انت محتاج تعمل فلتره على الفلتره. بالظبط. بنعمل حاجه بقى اسمها اولويات. اذا كان في عدد كبير جدا ينطبق عليهم الشروط، بطبق اولويات دي معتمده من مجلس الوزراء. الاولويات اللي هي ايه؟ باخد المتزوج ويعول الاول، باخد المتزوج ثم الاعزب، وفي كل دول باخد الاصغر سنا، لان المشروع اصلا اسمه مشروع الاسكان الاجتماعي لمحدود الدخل والشباب. يعني بتبدا تعمل اولويات لشروطك. بالظبط كده يا فندم. اوكي. وباخد ال 13000 ده شهور مثلا. باخد المفروض بقى كنت باخد ال 13000 والباقيين كلهم ما بياخدوش. بترجع له فلوسه بقى ويشوف هو او اي اعلان تاني يقدم فيه. ولكن مع تكليف سياده الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان انه هو يبني 400000 وحده سكنيه في سنه اسكان اجتماعي. قلنا للناس دي كلها ما تسحبوش فلوسكم، خليكم واحنا هنعمل لكم مرحله ثانيه تستلموها بعد سنه في اكتوبر برضه، وحدات في اكتوبر برضه.
عشان برضو نعرف موضوع الشروط دي في اكتوبر. عشان نعرف برضو 400,000 وحده دول ازاي ده بداتوا تنفيذ احنا بدانا من شهر ابريل، الوحدات دلوقتي بتتشطب من ابريل اللي فات يعني في 6 شهور بنشطب وحدات دلوقتي، عشان نعرف برضو الانجاز الذي يصل الى حد الاعجاز تقريبا. احنا كدوله تفصيل الناس هي اللي تقول ان ده انجاز لدرجه الاعجاز. انا اللي بقول يا فندم، الارقام اللي بتقول والبنك الدولي، الناس اللي هتقول لك دلوقتي صبرك علينا يا استاذ هاني. الناس كلها بتتكلم عشان تتكلم على الانجاز بتاعكم. يا فندم اي شكوى من الناس احنا بنرحب بيها ونرد عليها، ومالناش مشكله في اي حاجه. انا عارف تمام. تحب نبدا بالاخبار الحلوه المبهجه كده على الصبح الاول اللي عند حضرتك، ولا تعلق على اللي سمعته في التقرير؟ نبدا يا فندم الاخبار المبهجه طبعا للناس والايجابيه. اتفضل. بدايه احنا في وزاره الاسكان احنا هدفنا ان احنا نوفر وحدات اسكان اجتماعي لكل المواطنين اللي هم بتنطبق عليهم الشروط. تمام. فبالتالي اما عملنا اعلان والناس قدمت، كان في طبعا ناس مرفوضين واعلنا اسماء الناس مرفوضين، فاحنا في الفتره الاخيره بحثنا كل المرفوضين دول وحاولنا بشتى الطرق ان احنا نقبل في اطار ما، وبعدها ان شاء الله هنبدا بقى اجراءات التخصيص لمن تنطبق عليهم الشروط. شكرا جزيلا لمشاركتك الاستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان. تبدأ الأربعاء المقبل فروع مكاتب البريد بمختلف المحافظات في طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي غير المدعوم لأصحاب الدخل حتى 4000 جنيه للأعزب و5000 جنيه للمتزوج. وقال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان إن مساحات الوحدات تصل ل 95 مترا في مرحلة الإنشاء و90 مترا بعد التشطيب وتسلم خلال عام. وأضاف أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 180 ألف جنيه للوحدات في مراحل الانتهاء من التنفيذ، و198 ألف جنيه للوحدات المسلمة خلال عام، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة توضع كوديعة صيانة تسدد نقدا عند التعاقد أو تقسط ضمن التمويل الممنوح للعميل. ومعنا عبر الهاتف الأستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان. مساء الخير أستاذ هاني. نور يا فندم، أهلا وسهلا. في البداية نحب نعرف تفاصيل طرح وحدات الإسكان الاجتماعي، يعني كيف ستتم؟ بداية بس أنا عايز أصحح معلومة صغيرة. احنا المطروح حاليا يا فندم بعد بكرة يوم الأربعاء إن شاء الله هي الوحدات اللي هي جاهزة أو في مراحل التشطيب النهائية اللي هي ثمنها 180 ألف جنيه و90 متر مربع. أما الوحدات الثانية اللي هي أكبر شوية فدي متأجل طرحها شوية، اللي هي المفروض هتتنفذ خلال عام فمتأجل طرحها شوية. فاليوم الأربعاء الجاي اللي هيروح يشتري كراسة الشروط هيكون فيه الوحدات اللي هي 90 متر مربع 3 غرف وصالة متشطبة تشطيب كامل، سعر الوحدة 180 ألف جنيه. الوحدات ديت احنا مخصصينها لشريحة محدود الدخل، ولكن الوحدات دي غير مدعومة عشان تبقى الناس عارفة الفرق بينها وبين الإسكان الاجتماعي العادي إيه. احنا عندنا الإسكان الاجتماعي العادي كان في شرط إن المواطن ما يزيدش دخله عن 2500 جنيه لو أعزب، وما يزيدش دخله عن 3500 جنيه لو متزوج. واللي بيحصل على الوحدة بتاع الإسكان الاجتماعي العادي كان بياخد دعم من الدولة نقدي لا يرد، بيتراوح ما بين 5000 جنيه وحتى 25000 جنيه. ده بينتقص أو بيستنزل من ثمن الوحدة اللي هي كانت 154,000 جنيه. بعد ما فتحنا باب الحجز في الوحدات الاسكان الاجتماعي العادي دي جالنا طلبات كتيره جدا من المواطنين قالوا ان احنا برضو محدودي دخل، ولكن بيزيد دخلنا شويه عن 2500 جنيه لو اعزب، وبيزيد دخلنا شويه عن 3500 جنيه لو متزوجين، ولكن برضو ما زلنا غير قادرين على ان احنا ناخد وحدات من القطاع الخاص. فبالتالي احنا كوزاره اسكان عرضنا الامر على مجلس الوزراء، ووافقوا مجلس الوزراء على استحداث محور جديد في الاسكان الاجتماعي لهذه الشريحه او لهذه الفئه من طبقه محدود الدخل. هنفتح لهم الوحده زي ما قلت من شويه بقى ب3 غرف وصاله برضو 90 متر مربع برضو ب 180 ألف جنيه بالتقسيط طبعا بنظام التمويل العقاري، ولكن الوحده بقى مش هياخد فيها الدعم النقدي اللي هو كان بياخده المواطن اللي هو في الاسكان الاجتماعي العادي اللي هو بيتراوح ما بين 5000 جنيه وحتى 25000 جنيه. ودول بقى حددناهم اللي دخله ما يزيدش عن 4000 جنيه اذا كان اعزب يعني من 2500 حتى 4000، وما يزيدش عن 5000 جنيه اذا كان متزوج يعني من 3500 حتى 5000. فالوحدات مطروحه في 19 محافظه على مستوى الجمهوريه. ان شاء الله بعد بكره هيبدا سحب كراسات الشروط. المواطن الراغب في الحجز هياخد كراسه ويملى البيانات المطلوبه فيها في استماره الحجز ويجيب المستندات المطلوبه، ثم يتقدم مره اخرى للبريد عشان يدفع المقدم اللي هو قيمته 15000 جنيه.
وبعدها ان شاء الله هنبدا بقى اجراءات التخصيص لمن تنطبق عليهم الشروط. شكرا جزيلا لمشاركتك الأستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان. تبدأ الأربعاء المقبل فروع مكاتب البريد بمختلف المحافظات في طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي غير المدعوم لأصحاب الدخل حتى 4000 جنيه للأعزب و5000 جنيه للمتزوج. وقال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان إن مساحات الوحدات